صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. ضحكنا بكينا، الحياة مستمرة. والنهاردة لأول مرة اللي بيعمل لي الفيديو علي ده ولد ويتر مجتهد معانا في النادي. المهم نخش في الموضوع. احنا زمان واحنا صغيرين كان في مادة اسمها التربية القومية. التربية القومية دي الحاجة اللي كانت شداني وراسخة في دماغي ومش ناسيها لحد دلوقتي. يقولك ان الأسرة نواة المجتمع، وإذا كان المجتمع الأسر سليمة ومبنية على أساس سليم، إذا المجتمع بيبقى سليم. ولكن دلوقتي هنلاقي إيه بقى؟ هنلاقي إن الأسر بتقع. طب ليه يا جماعة؟ زمان أهالينا قالوا لنا الجواز يا حبيبتي على الحلوة والمرة. يا ريت الميديا والفيسبوك بدل ما يعلموا الناس ويقولوا للشباب اللي داخل على الجواز، ويقولوا للشباب المتجوز والشابات المتجوزين خليكي جدعة، خليكي قوية ومفترية، اعتمدي على نفسك، فلوسك هتنفع. كل ده كويس، محدش قال فيه حاجة، لكن ما يكونش ده الهدف بتاع حياة أي بنت أو أي ست. يا جماعة الجواز ده باكج على بعضها، فيها حاجات حلوة وفيها حاجات مش حلوة، لكن احنا زي ما يقولوا ايه، بنعمل تعادل، معادلة الجواز معادلة. أرجوكم فكروا وافهموا معنى الجواز قبل ما تتجوزوا. عرفتوا ايه هو الجواز؟ حياتكم هتبقى حياة مستقرة وسليمة، هتتقبلوا بعض في الحلو والوحش، هتستحملوا بعض، هتصبروا. يعني عاوزة اقول لكم ان الجواز مش لعبة، مش اتجوز النهاردة عشان اخرج والبس وجوزي يجيب لي ويصرف عليا. لا، ما معهوش كمان مصباح علاء الدين، ولا انت كمان سوبر وومن. هو يبقى فاهم كده وانتي فاهمة كده. مشاركة حياة مستمرة على الحلوة والمرة. مش هطول لان الكلام كله مفهوم معنيته. اللي انا بس زعلانة منه ان في السوشيال ميديا بيطلع ناس بيدخلوا حاجات في دماغ البنات اللي داخلة على الجواز والرجالة اللي داخلة على الجواز. خلوا الجواز يخشوا عليه لعبة، فاكرينه لعبة. لا، ده حياة، ده بتكوني أسرة، بتستحملي راجل بيستحملك، بتخلفي عيال، مسؤولية مسؤولين عليهم مسؤولية كاملة، بتضحي بكل شيء علشان. هو ده الجواز. هقول ايه تاني؟ هو ده الجواز. خفوا على الناس شوية، بدل ما تقووهم انصحوا. وكل واحد ليه طبع مش هيتغير. انا واخواتي 4 بنات اتجوزنا كلنا واحنا في سن صغير، يعني في سن 18 19 وهكذا. كل واحدة مننا والحمد لله قعدت مع جوزها 50 سنة. اشمعنى احنا كملنا واللي في جيلنا كملوا ليه؟ انا عاوز اعرف احنا كملنا ليه ولحد النهارده مكملين، وغيري من الستات ليه؟ لان عرفوا عرفنا يعني ايه جواز. عرفنا ان الجواز على الحلوة والمرة. مفهوم؟ اقول لكم ايه؟ باي باي.